بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض المقلوبة الفلسطيني، طريقة سهلة جدا وان شاء الله تعجبكم. اول حاجة معانا البتنجان، بتنجان مقلي، هنقليه. فبنقعه الاول في مية وملح. والبطاطس برضو هنقليها، بحطها في مية. المكونات دي بتاعة المقلوبة، وده حمص كنت نقعاه وسلقاه، وبصل شرايح وتوم. وفي مكون ناقص، يعني هو عشان ما كانش اوانه، القرنبيط والرز طبعا البسمتي. القرنبيط كمان بيدي طعم خطير 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 معاها. هنشوف هنعملها ازاي خطوة خطوة، سهلة جدا. دي المقلوبة الصحيحة، لان انا مش لاقية الطريقة دي خالص على اليوتيوب للأسف. كلها طريقة مش صح، وما بتبقاش طعمها حلو لما الناس بتعملها. ان شاء الله دي هتعجبكم قوي. هنا معايا لحمة سلقاها. طبعا اهم حاجة تدلعي الشوربة. الشوربة بتاعت المقلوبة لازم تكون دسمة، وتكون محطوط فيها بصل وملح وفلفل وكمون وبهارات وقرفة، لان هي المقلوبة بتحب المكونات دي. اول حاجة هنا بنيجي نقلي الحاجات اللي معانا، البتنجان والبطاطس. لو انت هتقلي في طاسة واحدة بتاخدي الترتيب، طبعا البطاطس الاول بعدين البتنجان وبعدين البصل او والقرنبيط وبعد كده التوم والحاجات دي. لو انت هتقلي في طاستين كده زيي عشان تكسبي وقت، فبتحطي البطاطس في ناحية والبتنجان في ناحية. بنبدأ نقطع التوم هنا شرايح. يعني لو الفصوص صغيرة انت بتسيبيها زي ما هي، لكن لو الفصوص كبيرة زي عندي كده فهتبدأي تقطعيها لأصغر شوية. برضو هتاخد لها تحميرة، مش تحمير تحمير، ولا البصل برضو تحمير جامد ان هو يقرمش معانا زي بتاع الكشري، لا هو بس انا بدبله، بشوحه كده وبيتدبل وكده. بطلعه بقى في مصفى، وبعد كده بطلعه على مناديل، لان طبعا دي زيوت كتير جدا يا جماعة، انتوا واخدين بالكم من الآلية. فلازم نصفي الحاجة كويس جدا، يعني نغير المناديل تاني، نحط تاني مناديل نضيفة وهكذا، عشان نبدأ يعني نمتص شوية من الزيوت اللي دخلت. بصوا هنا انا حاطة البتنجان في مصفى، فنازل بصوا كمية الزيت اللي نازلة منه. نحاول على قد ما نقدر نقلل، لكن هي دي طريقتها، اللي هي الطريقة الحاجات بتكون مقلية. طبعا معانا لازم حلة يعني تكون طبعا تيفال، لان عشان انت هتقلبيها بعد كده اسمها مقلوبة، فتقلبيها بعد كده مفيش حاجة تلزق معاكي. هنحط شرايح طماطم كده من تحت، ونرص بقى ايه المكونات بتاعتنا اللي احنا عملناها: بتنجان، البطاطس، القرنبيط. يا جماعة ما تنسوش القرنبيط بجد، عشان هو مش موجود في التصوير، بس فعلا بيفرق جامد قوي قوي قوي. ممكن تجيبي القرنبيط ما بتسلقهوش ولا حاجة، وبتقطعيه وبتقليه بس كده حتت شرايح صغيرة زي البتنجان كده بالظبط، بيدي طعم حلو قوي. عايزه بقى ترصي براحتك خالص، هترصي مثلا البطاطس الاول، هترصي البتنجان الاول، مش فارقه. طبعا انا المفروض كنت رصيت اللحمه الاول خالص، يعني فوق الطماطم، على اساس ان هي تكون ايه على الوش كده. بس انا بقى ما اعرفش، يعني هي جت كده ان انا رصيت اللحمه في الاخر، يعني في النص تقريبا. رصي بقى كل المكونات اللي معاكي. يا ريت شرايح البطاطس كده ولا تكون تخينة قوي ولا رفيعة قوي. ننزل بقى بعد كده بالبصل بتاعنا كده، وزعيه. اعملي كمية بصل كبيرة، لان البصل بيسكرها جدا. هو البصل طبعا سبحان الله هو روح الاكل، في كل اكل بيبقى بيدي طعم حلو يعني. والثوم دوا يا جماعة مش بيبقى طعمه توم، انتوا لما تعملوا الطريقة هتفهموا كلامي. الثوم دوا بيكون طعمه حاجة كريمي كده مسكرة قوي، ما بيبقاش طعم التوم اللي هو اللي انت عارفاه الحامي دوا وكده، لا لا ابدا. فعشان كده بيدي طعم وريحة جميلة جميلة جميلة. يا ريت انتوا ان شاء الله لما تجربوها تقولوا لي كده بقى في الوصفات، اللي يجربها يقول لي ايه رأيه. طبعا اللحمة بتاعتنا سلقناها نص، يعني ايه، قبل السوا بحاجة بسيطة قوي، لان يا دوبك هتاخد سوا الرز. فاحنا دلوقتي سلقنا اللحمة،
وحطينا بقى في الشوربة بتاعتها البصل والملح والفلفل الأسمر والبهارات، حطينا فيها قرفة، يعني كل مرقة ماجي، حطينا كل الحاجات كده اللي تخلي الشوربة جميلة، عشان هي دي اللي هنسقي بيها الرز. هنا الرز بتاعنا اتغسل واتصفى، انا عاملة كان كيلو رز. هنبدأ ننزل بقى عليه الحمص، طبعا مسلوق، نقعناه وسلقناه، وبعدين ننزل بالتوابل دول لوحدهم كده مع بعض، نقلبهم مع بعض. هننزل نحط الكركم ونحط الكاري، هنكتر شوية علشان احنا عايزين بقى لون الرز بقى يتغير، يعني عايزين لونه يبقى اصفر كده. والملح والفلفل الاسمر، شوية بهارات، شوية قرفة. هنقلبهم كويس في بعض، المكونات دي كلها مع بعض. وطبعا احنا الشوربة برضو ضايقينها ومحيقينها حلو. ونبدأ ننزل بقى بالرز ده على المكونات اللي احنا رصيناها في الأول في الحلة. طريقتها سهلة هي، بس يعني تعبها في الآلية كتير وكده، بس بجد بتكون خطيرة، مفيش حد كلها يعني عندنا غير لما بيطلبها تاني. وأنا متعلماها طريقة فلسطينية من أخت زوجي، هي متجوزة فلسطيني وكانت هناك وكانوا هما بيعملوها وكده. بصراحة هي دي الطريقة الصح، جميلة 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 غير الطريقة التانية. حتى هما بيقولوا عليها يعني طريقة مقلوبة فلسطيني، احنا بنعملها برز مصري ازاي؟ يعني هو أصلا لازم الرز البسمتي. هنقلب الطبق بالطريقة دي ونحطه عليه عشان ما يتقلبش اللي فوق تحت واللي تحت فوق والقصة دي. فلازم نسقي الحلة بتاعتنا بالطريقة دي، نحط الشوربة على الطبق اللي احنا قلبينه كده. بعد ما بنخلص طبعا، بعد ما بنسقي خلاص وكده، بنبدأ نشيل الطبق، وبعدين نغطيها، ولما بتغلي بنوطي عليها، يعني زي سوى الرز العادي خالص. هنا بقى طبعا الفراخ، صينية فراخ، عملت صينية فراخ. لو انتي مش عايزة تعملي فراخ ولحمة طبعا عشان الغلا اللي احنا فيه دلوقتي، فممكن بتعملي فراخ مسلوقة عادي وبتاخدي شوربتها وبتحطيها بعد كده تتحمر، او اللحمة، يعني مش مشكلة ان انتي تحطي حاجة جواها لحمة او فراخ، مش مهم. وزي ما احنا شايفين التورتة الجميلة بتاعتنا، بصوا اللون بتاعها جميلة قوي بجد، نفسي تجربوها. وبيتقدم معاها بقى زبادي، عشان الزبادي يعني ايه، عشان بقى الدايت يعني ناخد زبادي عشان الدايت. هو الزبادي بيهدي الآلية دي كلها، بتعمل زي نارية كده شوية في الصدر، فالزبادي بينزل بردا وسلاما يعني. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. جربوها وقولوا لي في الكومنتات اللي يجربها ويقول لي طلعت حلوة ولا لأ. بحبكم في الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.